السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. غادي نشارك معكم ان شاء الله اليوم بطبوط معمره بالخضره فقط وبدقيق القمح الكامل. نتمنى الوصفه تنال الاعجاب ديالكم وتخليوا لي لايك واشتراك القناه ديالي. بسم الله على بركه الله. كناخذوا 500 غرام الدقيق الابيض، 250 غرام الدقيق القمح الكامل بالنخاله ديالو. كنضيف معاه ملح وملعقه كبيره خميره فوريه وملعقه كبيره من العسل. كنبدا نعجن العجين ديالي بالماء الدافئ مزيان حتى كنتاكد ان العجين ديالي تعجن، والعجينه خصها تكون طريه، ما تكونش يابسه وقاصحه وما تكونش عاوتاني طريه بزاف. من بعد ما كنعجنها كنخليها تختمر لمده ربع ساعه فقط. كندوز نحضر العماره ديالي. كناخذ الخضره اللي متوفره عندكم كتاخذوها. خديت الفلفل، خديت القرع والبصل. كنبدا نقطعهم قطع صغيره كيف كتشوفوا. ممكن كان متوفر عندكم الجزر، تزيدوا تضيفوا الجزر لهاد الوصفه هذه، كتجي بنينه. والا ما كانش ماشي مشكل، تكتفيوا فقط بهاد الخضره هذه، راها كتجي رائعه بدون دجاج ولا كفته. كناخذ مقلاة كنضيف فيها ملعقتين زيت، كنخليها تسخن ومن بعد كنضيف الخضره ديالي كامله. كنبدا نخلط فيها حتى تدبل الخضره ديالي مباشره. كنبدا نضيف فلفل حلو والكركم والفلفل الحار والملح والبقدونس، وكنرجعها طيب مره اخرى على نار مهيله حتى تدبل ليا مزيان ونتاكد ان الخضره ديالي طابت مزيان. عاد كنطفي عليها. ها هي من بعد ما دازت تقريبا ربع ساعه كتصبح الخضره ديالي طيبه، كتجي رائعه رائعه. البنه يا سلام، بدون مجامله. ان شاء الله تجربوها وتردوا عليا. من بعد ما اختار العجين ديالي كنقسمو الكويرات 8 كويرات وكنبدا نكورهم وكنرجعهم عاوتاني يختمروا لمده ربع ساعه. البطبوط كل ما خليته يختمر تما فين كيجي النجاح ديالو في الاختمار، ملي كتخليوه يختمر وان شاء الله ينجح معكم. من بعد ما اختمر كناخذ الكويره الاولى وكنبدا نعمرها وكنسد. كنتاكد مزيان ان الفتحات سدات ليا مزيان باش ما تخرجش العماره كيف كتشوفوا. وكنضيف ليها القليل من دقيق القمح وكنحطها على جنب وكنكمل نعمر الكويرات ديالي بنفس الطريقه حتى كنكمل جميع الكويرات. في هذه المرحله هذه ما كنخليهاش نهائيا تختمر، فقط ملي كنكمل الكويرات ديالي كنبدا مباشره ندلكهم ونحطهم يطيبوا في المقلاة. صافي من بعد ما ساليت جميع الكويرات ديالي كنبدا ناخذ الكويره الاولى باش بديت وكنبدا ندلكها جيدا وكندلكها بالخطر باش الخضره ديالي ما تخرجش ليا. كنبدا نضيف عليها دقيق القمح الكامل وكنحطها مباشره في المقلاة على نار متوسطه، ما تكونش مهيله وما تكونش مجهده، وكنبدا نقلب فيها حتى كطيب ليا دغيا. البطبوط كيطيب ما كيحتاجش وقت كتير. صافي كتصبح الحمد لله البطبوط ديالنا كيصبح واجد. هذا يصلح لشي خريجه للطبيعه في هذه الوقيته، كيجي ناضي ما تشبعوش منه صراحه. كنتمنى منكم تجربوا هذه الوصفه هذه. البنه يا سلام. اذا كان متوفر عندكم الدجاج ولا كان متوفر عندكم كفته فماشي مشكل تضيفوها ايضا، ولكن انا بالنسبه لي ما تحتاجوش. فقط هذه الخضره هذه تخليوها تشحر مزيان وان شاء الله غادي تعجبكم الوصفه. عجبتكم الوصفه نتمنى تخليوا لي لايك واشتراك القناه ديالي.